السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج النسر قطر 2022، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن أحداث ومباريات كأس العالم. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المباريات اللي حصلت يوم السبت والحد اللي هو النهاردة بإذن الله، ويا رب تستمتعوا بالحلقة. بس قبل ما نخش في الحلقة في حاجة عايز أتكلم عليها بسرعة. الحاجة دي هي إن النهاردة إحنا قاعدين بنتفرج على كأس العالم وامبارح ومبسوطين جدا والدنيا زي الفل، هوبا يروح مطلع لك إيه الاتحاد المصري لكرة القدم يقول لك إحنا هنلعب كأس مصر وسط البطولة دي. يا عم الحاج، يعني الناس مبسوطة والدنيا زي الفل وحلوة وجميلة، وبص الواحد قاعد متكيف من كأس العالم. تقوم انت طلع لنا بكاس مصر كده؟ يعني كاس مصر ده لا تصوير عدل ولا مستوى عدل ولا في جمهور، انت اصلا منعت دخول الجمهور في ماتشات كاس مصر ولا اي حاجه، وعايزنا نتفرج عليه. يا راجل عيب، في كلمه عايز اقولها بس عيب اللي انا اقولها في البرنامج ده. فاللي حصل النهارده بالظبط اكنك عملت ايه؟ اكني عمال باكل ايه، حلويات بقى، اللي هي بسبوسه وهريسه وكنافه وبص وبتدلع حلويات، تقوم انت داخل عليا بطبق بتنجان مخلل كده، حاجه يعني تسد النفس. بالظبط ده اللي انا حسيته لما شفت كاس مصر، قلبت كده ايه على ماتش الاهلي بتاع كاس مصر كده وانا بتفرج على كاس العالم. والله بص، اول لما ماتش كرواتيا وكندا ابتدى رحت قالب على طول على ماتش الاهلي وجايب ماتش كرواتيا وكندا، يا دوب بس جبت البلانات كده اتفرجت عليها وخلاص ورحت عادل تاني. بصراحه الواحد ما بعد الجمال اللي بيشوفه في كاس العالم ده، انا مش قادر اتفرج على الكره المصريه واللعيبه مش عارفه تباص ومش عارفه تستلم. اللي دخلني في الكلام ده يا عم، خش على الحلقه خش على الحلقه. نبدأ بيوم السبت، اليوم اللي كان يوم سقوط المنتخبات العربية. تحس اليوم ده ما كانتش ماشية مع المنتخبات العرب خالص، يعني منتخب تونس يخسر ومنتخب السعودية يخسر، والاتنين عملوا ماتش كويس. بس احنا دلوقتي هنتكلم على ماتش تونس واستراليا، اللي بصراحة المنتخب التونسي احبطني انا شخصيا، لان الماتش ابتدى يعني استراليا هي اللي هاجمة وهي اللي ماسكة كورة، تونس واقفه على رجليها بس تحس اللعيبه خايفه، في حاجه غلط في تونس كانت في الماتش ده، مش زي تونس اللي شفناها في ماتش الدنمارك خالص. تونس في ماتش الدنمارك كان عندها جرينتا وروح وبيقاتلوا على كل كوره، لا الماتش ده في حاجه غلط، حسيت كده حد لعب في الاعدادات بتاعه منتخب تونس مش مظبوط. يعني منتخب تونس في الماتش ده فكرني بايه بقى؟ منتخب تونس بتاع كاس افريقيا اللي فات، منتخب تونس بتاع كاس العالم اللي فات، في حاجه غلط كده، اللي هو ايه، في التراخي، مفيش روح، احساس اللاعب ذات نفسه اللي هو اقل من المنافس بتاعه، ده انا حسيته النهارده في تونس، ده ما كنتش شايفه في ماتش الدنمارك. انما في ماتش استراليا عفوا، هو انا حسيت الاحساس ده في لعيبه تونس. الماتش بيبدا بضغط الاستراليا، واستمر الضغط لحد ما بيجي جون في الدقيقه 23 والدنيا بتتدربك وخلاص بقى كده، الركب بتبدا تخبط في بعضها، واللي هو ايه ده، احنا جه فينا جون، احنا بنلعب على التعادل. يعني الماتش اللي فات بتاع الدنمارك انا كنت شايف تونس بتلعب على الفوز، وكانت هي اللي بتهاجم وهي كانت بتصنع فرص ومضيعه جوان. الماتش ده تونس داخله تلعب على التعادل، وزي ما احنا عارفين تلعب على الفوز تتعادل، اقل حاجه تلعب على التعادل هتخسر مش تتعادل. بعد الجون بتاع استراليا كده في اخر الشوط الاول بيحصل هجمتين لتونس، يعني هجمتين مش اللي هم خطيرين جدا، اللي هم يعني ايه هددوا الجون وبتاع، لا يعني هجمتين عادي يعني. وبيخلص الشوط الاول بتقدم استراليا بهدف للا شيء. بيبدا الشوط الثاني تونس بقى بتحاول تضغط عشان خاطر تتعادل وما اعرفش ايه، بس برضو مش اللي هو انا داخل اتعادل، لا برضو في حاجه غلط. زي ما انا بقول كده، الماتش ده في حاجه غلط لتونس، مش عايز اكررها كتير، انما محاولات تونس كلها اللي عملتها عشان خاطر تتعادل يعني بقت بالفشل، والماتش خلص 1-0 لاستراليا. ودلوقتي بقى موقف تونس يعني اصعب موقف لمنتخب عربي، يعني بعد قطر خلاص بره كده خلاص يعني، انما تونس موقفها صعب جدا. انت عندك الماتش الجاي هتلاعب فرنسا، وفرنسا ادينا شفنا اللي بتعمله ما شاء الله، يعني ما بيجليش. فيعني قدام تونس فرصه من ذهب انك تعمل تاريخ لنفسك. ماتش فرنسا الجاي ده ماتش للتاريخ، هل انت هتقدر تعدي العقبه دي؟ هي مش عقبه، هي خازوق. هل انت هتقدر تعدي الخازوق ده؟ تونس لو عدت الماتش بتاع فرنسا هتصعد، يعني خلاص هي معاها نقطه هتصعد لو عدت ماتش فرنسا ده. ولو ما حصلش وتونس ما صعدتش، لان استراليا كسبانه 3 نقط قبل كده، والماتش الجاي عندها مع الدنمارك لو كسبت تبقى 6 نقط، وفرنسا كده كده 6 نقط، فبيبقى انت عملت ماتش للتاريخ. فنسور قرطاج قدامهم مهمه صعبه جدا ومهمه تاريخيه. هل هم هيعملوا تاريخ لنفسهم ولا هيستمروا في الاسلوب اللي هم بيعملوه ده؟ الله اعلم. هنشوف الماتش الجاي ونخش على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بقى اكتر ماتش انا زعلت فيه في البطوله دي، هو ماتش السعوديه وبولندا. السعوديه بدات الماتش ده بشخصيه انا ما شفتهاش في منتخب عربي من ساعه البطوله دي ما بدات صراحه، يعني مش مجامله للمنتخب السعودي ولا اي حاجه، لا بس بادئين بشخصيه جميله جدا، شخصيه انا بطل، انا كبير، انا داخل، انا هفرض اسلوبي عليك مش انت اللي هتفرض اسلوبك عليا. بس في حاجه هنا بقى انا حذرت منها في الفيديو اللي فات لو حد اتفرج عليه، انا قلت ان الماتش بتاع بولندا هيبقى اصعب بكتير قوي من ماتش الارجنتين. ليه؟ الارجنتين بتلعب معاك كوره وبتلعب لعب مفتوح، فانت هتلاقي فرصه انك تلعب عليها، انما بولندا بتلعب لعب مقفل، لعب على الهجمه المرتده زي ما احنا اتفرجنا كده. وقلت قبل كده ان منتخب
بولندا اجسامهم ما شاء الله هجمه، فانت ما ينفعش تعمل كرات عرضيه عليهم. انا شفت المنتخب السعودي في اغلب وقت الشوط الثاني بيروح بالكره من نص الملعب، بيروح عاملها على الطرف عشان خاطر تتعمل عرضيه وبتتصد وبتطلع بره. يا جدعان يا جدعان، انت شايف المنتخب بولندا زي ما قلت كده اجسامهم طويله، بتعمل لهم كرات عرضيه مش هتجيبوها. انت لما رحت اخترقت من الوسط، جبت عملت كذا هجمه وجالك ضربه جزاء، وضعتها هنتكلم عن ضربه الجزاء دي، وعمل جبت كذا كره في الشوط الثاني وكان ممكن تتعادل بيها. وبرده بعد الهجمات اللي انت بتعملها دي بتروح على الطرف وتعمل عرضيه تاني وبتروح منك، يعني مسلسل كده معرفش هيرفي رينارد ازاي عدت منه التفصيله دي. وبالظبط هو منتخب بولندا هو بدا الماتش، انا قاعد ورا مستنيك لحد ما تهاجم وهضربك بالهجمه المرتده، وده اللي حصل فعلا. يعني بولندا لو انت اتفرجت عليها في الشوط الاول كله ما عندهاش غير هجمتين بس، واحده منهم اتصدت وواحده منهم جت جون، بقى هم دول الهجمتين اللي عملتهم بولندا في الشوط الاول. انما ما شاء الله السعوديه اتفرج عليهم عاملين 3 4 هجمات ومحترمين، ومنهم ضربه جزاء يعني الحكم ما كانش عايز يحسبها، لما نادوله في الفار حسبها تاني. ولما اتشاطت لما تيجي تشوفها في الاعاده بقى هتلاقي ان شيزني متقدم على الخط ولازم كانت البيلين دي تتعاد، كان لازم. بس برضه سالم الدوسري حاططها بشكل فرعوني قوي يعني، وحاططها بالراحه. معرفش بقى هل سالم الدوسري هو المسدد رقم 1 لضربات الجزاء في السعوديه ولا لا، لان الطريقه اللي حطها بقى دي مش هو يعني، ما تدلش اللي هو مسدد رقم 1 لضربات الجزاء. بيخلص الشوط الاول بهدف لبولندا، وبيبتدي الشوط الثاني بقى السعوديه بتضغط وبتكثف من ضغوطها اكتر عشان خاطر تتعادل. وهنا برضه حته الشخصيه اللي انا اتكلمت عليها في اول الفيديو، اللي هي شخصيه البطل، شخصيه الفريق الكبير. السعوديه نازله الشوط الثاني ما اكن ما فيش حاجه حصلت، انا لسه بلعب زي ما انا، وبالعكس انا بكثف اسلوبي اكتر وبضغط بولندا في نص ملعبها. بولندا احنا ما شفناش الشوط الثاني خالص خالص، السعوديه ما شاء الله هي اللي ماسكه الكوره وهي اللي ضاغطه، لحد ما بتيجي الكوره بقى اللي احنا شفناها كلها في اخر الماتش. انا مش عارف اتكلم عليها، اقول استهتار ولا رعونه ولا ما تعرفش تقول ايه، بس هي غلطه حصلت من عبد الاله المالكي. بيستلم الكوره وليفاندوفسكي جنبه وهو مش شايف ليفاندوفسكي اصلا، بيستلم الكوره بتعدي من تحت رجله بتروح لليفا، وده طبعا ما شاء الله ما بيجليش، دخل له ديب راح لازعها في الجون. ويعني المفارقه ان ده اول جون يحرزه ليفاندوفسكي في كاس العالم في تاريخه، لان شفناه بعد الجون قعد يعيط وبتاع، فحظه اللي اول جون يجيبه في السعوديه. فيعني ده امر الله يعني وده كان نصيب السعوديه اللي هي تخسر الماتش ده، والسعوديه قدامها فرصه ان شاء الله. يعني الموضوع بايد السعوديه لسه، يعني بيدي لا بيد عمرو، يعني لسه تكسب ماتش المكسيك الجاي تصعد، الموضوع في ايدك. وان شاء الله ان شاء الله بندعي كلنا المنتخب السعودي اللي هو ربنا يكرمه في الماتش الجاي ويفوز على المكسيك ان شاء الله عشان خاطر يصعد للدور 16. وبتنتهي المباراه 2-0 لبولندا، ونخش على الماتش اللي بعده. الماتش بيبدا هادي جدا وريتمه بسيط، ما فيهوش اي سخونه، ما فيهوش اي اثاره للماتش. يعني الماتش بيبدا هادي زي ما قلت كده، ولدرجه ان فرنسا اصلا اول هجمه عملتها كانت في الدقيقه 20 يعني، وهجمه ثانيه بعدها، وهم دول الهجمتين اللي عملتها فرنسا طول الشوط الاول. وهجمه واحده برضه عملتها الدنمارك في الدقيقه 37. يعني الشوط الاول يبين لك قد ايه هو كان شوط هادي، ما كانش فيه الحماس اللي احنا شايفينه في باقي ماتشات كاس العالم. الشوط بيخلص الاول 0-0. الشوط الثاني بيبدا بقى فرنسا بتبدا يعني ايه تستقل العيار شويه في الضغط، وبتبدا تتقل العيار شويه في السرعه، لحد ما بتيجي عرضيه من الناحيه الشمال بيلقطها مبابي بوش رجله كده، بيحطها في البعيده في الدقيقه 61 عشان يحرز الهدف الاول لمنتخب فرنسا. ولكن يعني مبابي ما بيلحقش يفرح، ولا فرنسا بتلحق تفرح، ولا الجماهير، لان بعد 7 دقائق بالظبط من الجون ده الدنمارك بتتعادل لجون لكريستنسن. بيبقى يعني بتعدي برده من دفاع فرنسا، بيلحقها بدماغه بيحطها عشان خاطر يبقى الماتش 1-1. ويبدا هنا بقى ايه الماتش يعلى قوي معاك والاداء يعلى، ويبقى في توازن ما بين الدنمارك وفرنسا، لان الدنمارك بعد الجون ده عملت هجمه خطيره جدا كانت هتجيب الجون الثاني بيها، ولكن بيصدها الحارس وتطلع. وهنا بقى الضغط الفرنسي بقى بيبين لك قد ايه شخصيه الفريق الكبير، شخصيه الفريق البطل. يعني فرنسا بعد الهجمه دي بدات تكثف خطوطها وتكثف الهجوم بتاعها قدام وبتضغط، ومن وسط الضغط ده بتيجي هجمه كده كانت اتعملت عرضيه لرابيو، بيعملها حته مقصيه كده كانت جميله قوي، كانت هتيجي في الجون ولكن بتطلع فوق العرض. يعني كان بصراحه كان لو جه جون كان يبقى جون حلو قوي، كان يبقى مشابه للجون اللي جابه ريتشارلسون مع البرازيل في صربيا. لحد بقى ما بتيجي الدقيقه 86 جريزمان بيعمل عرضيه لمبابي، مبابي بيحطها يعني بيخش بجسمه فيها كده، هو 14 بها، هو دخل فيها بجسمه ودخل بيها جوه الجون عشان يحرز الهدف الثاني ويبقى هو رجل المباراه في الماتش ده. ومبابي يعني ملعلع قوي في كاس العالم السنه دي، هو شكله بتاع كاس العالم بس ما شاء الله مبابي في دوري ابطال اوروبا ما فيش، انما في كاس العالم ما شاء الله بيعلى يعني. والماتش بيخلص 2-1 لفرنسا عشان خاطر يبقى اول فريق يضمن الصعود لدور 16 من الجوله الثانيه مع 6 نقط ومرتاح ودماغه زي الفل. الله اعلم بقى ايه هيلعبوا التيم كله قدام تونس، ولا العمليه هتبقى في الهادي، ما تعرفش اللي هيحصل ايه. ادينا هنشوف في الماتش الجاي اللي هيحصل، وخش على الماتش اللي بعده. نخش بقى على الماتش الاخير في يوم السبت، وهو كان ماتش الارجنتين والمكسيك. الماتش ده اللي بدا بص انت اكن دي مش الارجنتين اللي كانت بتلعب، يعني دي كانت غزل المحله، يعني اللبس بتاع الارجنتين بس ده مش الارجنتين خالص، لان الهويه بتاعت الارجنتين اللي احنا عارفينها الهجوميه اللعب السريع ما كانش موجود
خالص بقى، لدرجه انت لو شفت الاحصائيات بتاعه الشوط الاول هتلاقي هي هجمتين، لدرجه ان انت لو شفت الاحصائيات بتاعه الشوط الاول للمنتخبين هتلاقي هجمه واحده للارجنتين في الدقيقه 40 وهجمه واحده للمكسيك في الدقيقه 45، ودي مش هجمه، دي كانت فاول حتى وطلعها الحارس. فده يبين لك قد ايه الشوط الاول كان بارد وكان الاسلوب فيه هادي والريتم فيه هادي خالص. بيبدا بقى الشوط الثاني ترجع الارجنتين اللي احنا عارفينه عنها الاسلوب بتاعها واللعب السريع، بيبدا الاستحواذ بشكل نسبي للارجنتين يزيد، وبيبدا الهيمنه على الكره شويه في الملعب تزيد ويهيمنوا على نص الملعب، بس من غير هجمات خطيره على الجون، يعني مفيش فعاليه على الجون لحد الكره ما بتيجي للحاج سيد عشان يحط الهدف الاول في الدقيقه 65 بشوطه من بره ال 18 جميله جدا صراحه. ويبدا هنا بقى الارجنتين يفتح اسلوبه بقى، اسلوب لعبه والاسلوب السيطره. المكسيك بتختفي تماما من الماتش خالص، ويبدا وبيكمل الارجنتين الضغط بتاعه عشان خاطر يبقى في الدقيقه 87 فرنانديز بيجيب الجون الثاني برده من الاسيست لميسي. بقى كده ميسي في الماتش ده جاب جون وعمل جون، وميسي بينقذ الارجنتين من اللي هي كانت رايحه له، المصير اللي كانت رايحه له الارجنتين كان اللي هو الخروج من دور الاول دور المجموعات. فدلوقتي ميسي طول في عمرها شويه في الكاس العالم لحد ما نشوف اللي هتعمله الماتش الجاي مع بولندا. نخش بقى على ماتشات يوم الاحد واللي بدات مباراه اليابان وكوستاريكا. طبعا انت قبل ما تشوف الماتش انت شايف اليابان كسبت المانيا 2-1 وكوستاريكا خسرت من اسبانيا 7-0. انا قلت طبعا انا بفتح الماتش قلت ايه، اليابان هتدي كوستاريكا بتاع 5-6 على المرتاح قوي، يعني 5-6 ده مرتاح قوي، ممكن 7 كمان. لكن انا افاجئ في الماتش ان اليابان بتبدا الشوط الاول مفيش اليابان خالص خالص، ولا هجمه الشوط الاول ولا هجمه لليابان. وكوستاريكا طبعا احنا عارفين مستواها اصلا، فانت مش منتظر من كوستاريكا اي حاجه، انما انت منتظر من اليابان اللي هي ما عملتش حاجه خالص الشوط الاول. بيبدا الشوط الثاني على طول بهجمه. هنا بقى اليابان ايه، ما تعرفش نزل سخن في الدقيقه 45 اصلا، لسه الشوط بادئ 45 بيجيب كوره كده، ولكن بعدها اليابان بتموت خالص، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي هجمات. فطول الشوط الثاني اليابان مستحوذ استحواذ كامل ولكن بدون فعاليه هجوميه خالص، يعني ولا هجمه كانت اليابان، لحد ما بتيجي الدقيقه 81 عشان خاطر كوستاريكا تجيب الجون اللي هو نزل الصعقه على المجموعه كلها. الجون ده بيقلب المجموعه تماما، بيقلب حساباتها، لان بنهايه اليوم بقى اسبانيا عندها 4 نقط، اليابان عندها 3 نقط، كوستاريكا عندها 3 نقط، والمانيا عندها نقطه. فالمجموعه دلوقتي بقى اي حد ممكن يصعد، اسبانيا ممكن، اليابان ممكن، كوستاريكا ممكن، والمانيا ممكن، الاربع منتخبات ممكن يصعدوا. فتخيل بقى جون واحد لمنتخب مش مصنف اصلا يقلب المجموعه دي كلها. فالماتش خلص 1-0 لكوستاريكا، ودينا بقى هنشوف الولعه اللي هتحصل في الجوله الثالثه في المجموعه دي، ونخش على الماتش اللي بعده بقى. مبروك عليكم وعلينا. خش لي بقى يا غالي على الجمال والحلاوه والدلال، وبص اي حاجه حلوه عايز تقولها قولها. المنتخب المغربي النهارده اللهم صل على النبي حاجه اسود. الماتش النهارده انت تتفرج عليه، لا ده مش منتخب المغرب اللي بيلعب صراحه، يعني ده منتخب واخد 3-4 كاس عالم قبل ما يلعب الماتش ده، لان الشخصيه والروح اللي كانت موجوده والاداء ذات نفسه واسلوب اللعب اللي كان موجود، لا ده مش منتخب عربي خالص، اللهم صل على النبي، يعني حاجه زي الفل. نازلين من اول الماتش ضاغطين بلجيكا، يمكن اول هجمه جات لي بلجيكا في الدقيقه 4 ولا في الدقيقه 5 الباتشويه، ومن بعدها بلجيكا ما ظهرتش تماما، بقى المغرب هي اللي مسيطره، المغرب هي المستحوذه، المغرب هي اللي ضاغطه، بتضيع كورتين منهم واحده لزياش شوطه وواحده ثانيه شوطه بعدها من بره ال 18، ومنها الجون اللي جه واتلغى من فاول ده اللي هو كان اوفسايد فعلا. لا المغرب كان فارض سيطرته تماما على الماتش. ولو حد رجع للاول فيديو عملته في السلسله دي انا اتكلمت على المغرب وقلت المغرب هي الفريق العربي الوحيد اللي الواحد ممكن يحط عليه امال اللي هو يكمل في البطوله دي، لان المغرب هو لعيبته كلها ما شاء الله محترفه في اوروبا، ولاعيبه كلها عندها خبرات، ولاعيبه لعبت كاس العالم اللي فات وادت مستويات حلوه. فده المنتخب الوحيد اللي انا كنت حاطط عليه امال. السعوديه ما شاء الله فاجئتني كمان بقى، ودلوقتي في منتخب السعوديه ومنتخب المغرب. تونس احبطتنا شويه، انما لا المغرب منتخب تقيل قوي، ومش اي حد يقدر يلعب قدام بلجيكا بالمستوى ده. بيبدا الشوط الثاني وبيستمر ضغط المغرب ويستمر استحواذ المغرب، بيتخلى هجمه واحده لبلجيكا كده كانت اي كلام يعني، ومن بعدها واحده ثانيه طلعها الحارس المحمدي. ولكن انت في المجمل لا المغرب هي اللي ماسكه، المغرب هي المتحكمه في رتم الماتش، بتضيع كوره وبتضيع الثانيه، وبيخش سفيان بوفال بواحده من على طرف ال 18 بشوطه بتطلع بره، لحد ما بيجي الدقيقه 72 وفاول بره ال 18 بيعملها عبد الحميد صبيره عرضيه لجوه ال 18 بتعدي كله بتخش الجون عشان يبقى الهدف الاول لمنتخب المغرب في الدقيقه 72. ومن هنا بقى بدات الروح تعلى اكتر، وحته الجرينتا بتاعت المغرب العربي تظهر في الماتش ده، والاستماته في الدفاع وكل حاجه جميله بتظهر في الماتش ده، عشان خاطر زكريا بوخلال يجي في الدقيقه 92 ويقتل الماتش تماما بالهدف الثاني، عشان خاطر العالم العربي كله يفرح بالهدف ده. بيفرح، وان شاء الله هنفرح بتاهل المغرب في الجوله
الثالثه. بس نصيحه لمنتخب المغرب، يا ريت يخلي بالهم من الفرحه الزياده من الفوز على بلجيكا، لان الفرحه الزياده كانت على منتخب السعوديه خسرتهم ماتش بولندا. فيا ريت المنتخب يخلي باله كويس قوي من ماتش كندا. اي نعم كندا خسرت اخر ماتش ده وكان ادائها مش حلو، ولكن انت ما تخافش غير المنتخبات دي اللي هي خلاص هي طالعه وعايزه تعمل ماتش للتاريخ، فانت ما تخافش غير من دول. وان شاء الله ربنا يكرم منتخب المغرب وفي الجوله الجايه يصعد باذن الله، وكلنا معاهم ان شاء الله، وخش على الماتش اللي بعده. نخش بقى على ماتش كرواتيا وكندا، والماتش ده هنتكلم فيه كلمتين على السريع، لان منتخب كندا الماتش ده عمل حاجتين ضد بعض خالص. يعني الشوط الاول بدا باسلوب هجومي وبخطوره وبتهديف في الدقيقه الاولى من الماتش، وبعدها بعد 30 دقيقه بالظبط من الجون ده الحال بيتبدل للنقيض تماما. كندا بقت منتخب غير اللي احنا نعرفه، غير اللي بدا كاس العالم خالص، بدا يتراجع، بدا يبقى مفيش استحواذ، بدا بيفقد الكره بسرعه، التسليم والتسلم مفيش، كل حاجه وحشه بقت في منتخب كندا، مفيش هجمات، مفيش اي حاجه. دلوقتي بقى منتخب هش خالص ومنتخب ضعيف جدا قدام كرواتيا. كرواتيا بعد الدقيقه 30 بتركب الماتش، تجيب جون في الثاني، ويبدا الشوط الثاني على طول بتجيب الجون الثالث، وفي اخر دقيقه بتجيب الجون الرابع. وهنا منتخب كرواتيا بيخش في كاس العالم حرفيا. كرواتيا احنا اتفرجنا عليها قدام المغرب، ما كانش فيه اداء، ما كانش فيه اللي هو الاسلوب الهجومي، ما كانش فيه اي حاجه، كان لسه تحسهم لسه ما دخلوش كاس العالم. انما بالماتش ده دخلهم كاس العالم، وممكن يعملوا حاجه بسبب الماتش ده. ممكن كندا ضعيفه وكده، ولكن لا، ده عامل لهم دفعه، الماتش ده اداهم دفعه اللي بعد كده. فلسه بقى هنشوف اداء كرواتيا هيبقى عامل ازاي في الجوله الثالثه، وكندا ان شاء الله تستمر على الاداء الضعيف ده قدام المغرب عشان نضمن صعود المغرب باذن الله. ونخش بقى على اخر ماتش في يوم الاحد، وهو كان ماتش المانيا واسبانيا. نخش على الماتش. ماتش اسبانيا والمانيا ما فيهوش كلام كتير يتقال، غير ان لويس انريكي بدا الماتش ده ب 4-3-3 التقليديه اللي بيبدا بها كل ماتش، ومنتخب المانيا بدا ب 4-2-3-1. منتخب اسبانيا بياخد المبادره من المانيا في الشوط الاول لهجمه ماركو اسينسيو في الدقيقه 7، بيصدها نوير طبعا، وبتيجي في العارضه وبتطلع، كانت كوره خطيره جدا. بعدها بيستمر الضغط الاسباني، وبتيجي في الدقيقه 20 كوره لجوردي البا بيشوطها بتعدي جنب القائم. وهنا بعدها بقى بدات المانيا تخش في الماتش، مش تخش اللي هو تعمل هجمات ولا بتاع، ولكن بتخش على استحياء. بدا الماتش يتعدل سيكا ما بين المانيا واسبانيا. اول هجمه لمنتخب المانيا بتيجي في الدقيقه 40 عن طريق فاول، بتتعمل عرضيه بتيجي على دماغ روديجر وبيحطها في الجون، ولكن الجون بيتلغي عشان خاطر الاوفسايد، وزي ما شفنا في القعده كان اوفسايد. وبتيجي بعدها واحده ثانيه لروديجر برده بيحطها، ولكن بيصدها اوناي، وبيخلص الشوط الاول 0-0 ما بين اسبانيا والمانيا. بيبدا الشوط الثاني بنفس الاستحواذ ونفس الضغط لمنتخب اسبانيا، وطبعا ما كانش فيها هجمات كتير، ولكن الاستحواذ على نص الملعب هو المسيطر لاسبانيا. هنا بقى لويس انريكي عمل حاجه جميله جدا في الماتش، هو عمل تغييرين. التغيير الاول كان جاب ليه جون، والتغيير الثاني كان السبب في الجون اللي دخل. التغيير الاول زي ما احنا شفنا موراتا اول لما نزل الكره جات له جابها جون على طول. التغيير الثاني بقى اللي هو بالدي نزل اول كره لمسها راح غلط فيها، راحت لالمانيا راحت للمهاجم حطها جون. بقى عمل تغييرين، تغيير جاب له جون وتغيير جاب فيه جون. بس في حاجه بقى عايز اقولها في الماتش ده، انا حسيت بس للحظه كده يعني ان المانيا واسبانيا متفقين، لان لو جيت حسبتها دلوقتي بنتيجه التعادل دي الاثنين ضامنين الصعود، لان اسبانيا هتلاعب اليابان، وطبعا اسبانيا بالاسلوب بتاعها ده هتكسب واليابان والمانيا طبعا هتكسب كوستاريكا. فحسيت مش عارف ليه الله اعلم، بس حسيت اللي هي هنا في مطبخينها سوا مظبطينها سوا، لان بعد الجون الثاني بتاع المانيا لا ده هاجم ولا ده هاجم، الكره فضلت ده على استحقاق من بعيد بيلف ويرجع، وده يروح ويلف ويرجع. اسبانيا ما كانتش عايزه تعمل اي حاجه بعد الجون التعادل ده، فده اسلوب غريب انا شفته النهارده في الماتش، وما اعرفش بقى هل هم متفقين مع بعض، هل هم مرتضين اصلا بالتعادل، ما تعرفش. بس الجون اللي جابه المانيا النهارده رجعهم في البطوله تاني، وهيخليهم عندهم فرصه قويه جدا ان هم يصعدوا، لان اسبانيا لو كسبت اليابان والمانيا كسبت كوستاريكا يبقى كده اسبانيا والمانيا اللي هيصعدوا مع بعض. ما بالك بقى لو حصلت مفاجاه واليابان تكسب اسبانيا وكوستاريكا تكسب المانيا وبقى اليابان وكوستاريكا هم اللي صعدوا بالمجموعه دي، تبقى حاجه ولا في الخيال يعني. انما المتوقع بصراحه انا متوقعه ان اسبانيا والمانيا هم اللي هيصعدوا، وده اقرب النتائج يعني. وبعد الماتش ده ما بيخلص بتنتهي ماتشات يوم الاحد. فلو عجبك الفيديو بتاع النهارده يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك تعمل لايك لصفحه النسر، وتابعني على تيك توك وعلى كواي وعلى الانستجرام، بنزل فيديوهات في الكلام ده كله وسايب لكم الروابط تحت. فيا ريت لو تدعموني يعني بلايك واشتراك في القناه على اليوتيوب، يعني اكون شاكر جدا ليكم، واشوفكم باذن الله في حلقه جديده من برنامج النسر قطر 2022، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.